بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هتكلم مع حضراتكم عن 3 شخصيات تاريخية للأسف بيتم اغتيالهم معنويا وإحنا مش عارفين ليه. إحنا مش عارفين ليه ال3 شخصيات دول بيتم استهدافهم بالذات، وإحنا غصب عننا بنستعجل في الحكم عليهم بدون فهم وإدراك كامل ليه هم بالذات. محمد علي باشا والخديوي اسماعيل وجمال عبد الناصر، ال3 دول بالذات يا جماعه هم اصحاب المشروع الاقليمي والحضاري المصري اللي استعادوا بيه وظيفه مصر القياديه في المنطقه بعد طبعا فتره الاياله او الولايه بعد ما كانت ولايه عثمانيه. المهم جه محمد علي باشا لما دخل مصر قال المصريين لا يعرفوا قيمه مصر ولا قيمه انفسهم، وابتدى من سنه 1805 ينهض بمصر. ابتدى الاول ان هو يواجه المماليك على حد ما سنه 1811 استطاع ان هو يتخلص منهم في مذبحه المماليك. هنبقى نتكلم في الموضوع ده ان شاء الله. اطلع القلعه كده اوريكم باب العزب اللي هو دخل منه اللي خرج منه المماليك وتم تذبيحهم. وعلى فكره التخلص من المماليك ده كانت نقطه فاصله في مشروع محمد علي، لان ما كانش فيه اي قوه منوئه او قوه مضاده للمشروع الحضاري او المشروع الاصلاحي اللي هو عمله. فكره محمد علي باشا هتلاقوا دايما الاخوان المسلمين اللي هم طبعا ارتباطهم بالانجليز بيشوهوا محمد علي باشا. عايز اقول لكم ان بالمر ان هم دايما يقولوا عليه علماني وكلام ده كلام فاضي طبعا. كل ده وراه مين؟ وراه الانجليز، لان بالمر ستون وزير الخارجيه الانجليزي قال على محمد علي باشا هذا البربري الجاهل يستغل حضاره مصر العظيمه علشان يقوم مشروع اقليمي وامبراطوري. والمشكله ليست في محمد علي ولكن ايضا في من يخلفه ويدرك قيمه مصر. ابراهيم باشا الجيش العثماني في حمص وفي بيلان وفي كونية، واستطاع ان هو يسيطر على الشمال السوري. هو وصل لحد طبعا مدينه كونية ديت على بعد حوالي 300 كيلو. هو وصل 290 كيلو بالظبط من الاستانه الجيش المصري. وبعدين تدخلت القوى العظمى او القوى الكبرى ساعتها فرنسا وروسيا وانجلترا والنمسا والمجر، عملوا اتفاقيه اسمها كوتاهيه بين محمد علي والسلطان محمود. وابتدى محمد علي يضم مصر والشام. وطبعا كان من قبلها محمد علي نزل تحت وعمل لحد النيل الابيض والنيل الازرق، يعني وصل بحدود المصريه لحدود الامن القومي. في ناس للاسف مش فاهمه يعني ايه امن وطني وامن قومي، ودايما يقول لك اصل مصر لوحدها، مصر مش عربيه، مصر مش امنها الوطني بس في حدودها. يا جماعه الحدود الحاليه لمصر اسمها الحدود القزميه وليست الحدود الطبيعيه. الجسد السياسي احنا زي ما قلنا الجيوبوليتيك الجيوبوليتيك هو المدى المكاني او المكيال الكبير او المكان اللي يسمح لي ان انا اعيش، مش المكان اللي اتفرض عليا من قوة مضادة ليا او قوة كرهاني ان انا اقعد فيه وكن. لا، المكان اللي يسمح لي بالحياة. وعايز اقول لحضراتكم ان الانجليز سنة 1882 لما جم يحتلوا مصر كان توجههم الاساسي ان هم يفصلوا مصر عن السودان، يخرجوا الجيش المصري من السودان. وده ليه بقى؟ عشان لما اسماعيل جه سنة 1863 قال لك بدل ما انا اطلع الشام فوق انزل تحت عشان ابعد عن القوى العظمى. لان احنا قلنا لما محمد علي في تجربته في 1833 ابتدى الحكم المصري لمصر والشام وكان واصل جنوبا لحد بعد الخرطوم اللي هو ملتقى النيل الابيض مع النيل الازرق. في 1840 حصلت طبعا اتفاقيه لندن وجبروا محمد علي ان هو يخرج من سوريا ويكتفي بحكم مصر والسودان بس. لما جه اسماعيل قال كلمه مهمه قوي، قال انا هسمع وصيه ابي اللي هو ابوه ابراهيم باشا، قائدي العظيم ابراهيم باشا او مسمينه نابليون الشرق. قال ان عظمه مصر في الجنوب لان القوى الكبرى والقوى العظمى لن تتركها تمتد للشمال، وهي عظمه مصر في الجنوب، فمصر لازم تتوجه جنوبا. في كتاب مهم جدا
استاذ محمد صبري السربوني، اسمه الامبراطوريه، ما هو جزئين على فكره، الامبراطوريه المصريه في عهد اسماعيل والتدخل الانجلو فرنسي. الكتاب ده شارح بالظبط. احنا يمكن للاسف يعني مش عارفين اسماعيل عمل ايه. احنا دايما اسماعيل بالنسبه لنا ده بتاع الديون، والتاريخ الملوث بتاعنا المظ وعبده حمول جايبين فيلم عليه ان هو بتاع ستات. اسماعيل كان غير كده خالص على فكره. اسماعيل كان بيتكلم 5 لغات. اسماعيل مشكلته ان هو خانوا ذكائه. وهنقول خانوا ذكائه ليه؟ اسماعيل قال ان انا همتد جنوبا. على فكره حدود مصر وصلت لايه بقى؟ مصر والسودان واريتريا والصومال، تمام، وشرق اثيوبيا وشمال اوغندا كمان. كل دي كانت هي الايه؟ الحدود المصريه. طب هل ده كان استعمار؟ انا بعمل بحث الفتره دي على فكره عن الامن القومي في اثيوبيا وفي منطقه القرن الافريقي، ازاي هذه الدول بتضع استراتيجيات للامن. لو انا قريت لكم الوثائق اللي هم كاتبينها، وكمان الوثائق اللي الانجليز والفرنسيين كتبوها في القرن ال19 على مصر وعلى اسماعيل بالذات، تعرفكم ايه هي قيمه مصر. في اسمه باحث ايطالي، وبرضه على فكره واحد فرنسي كمان، ممكن اقول لكم بايه بعد كده بالاسماء يعني لما اجي اتكلم عن اسماعيل، انهم بيقولوا ان مصر بتمتد حضاريا وليست قوه استعماريه فقط، لان هم اعتادوا الاوروبيين ان انا عشان قوه استعماريه فانا بنزل اشفط الايه؟ موارد هذه البلد، مش قوه حضاريه. لو انتوا بقى رحتوا وشفتوا اسماعيل عمل ايه؟ الحضاره المصريه كان معين رؤوف باشا ده حاكم على اللي هي الاماكن اللي مصر تحت السيطره المصريه في زيلع وبربرة دي الصومال حاليا، ورضوان باشا بعده في مكان اسمه هرر اللي هو شرق اثيوبيا. يقول الناس دي بتقول لك ان مصر بتمتد حضاريا، عملنا مستشفيات وعملنا مدارس. القبائل الجاله اللي هي الاورومو اللي هم المسلمين اللي موجودين في اثيوبيا دلوقتي، دول اسلموا لما شافوا ازاي المصريين بيتعاملوا. علمناهم القرايه وعلمناهم الكتابه. مصر بتمتد حضاريا، وده كان طبعا سبب ارعب الانجليز والفرنسيين، لدرجه ان الفرنسيين اللي هم بيدعوا دايما ان هم وقفوا جنبنا، هم وقفوا جنبنا بس بيجوا لحد لحظه معينه ويخدعوا. ليه بيخدعوا؟ لانه هو دايما بيشوفك انت قادر ان انت تعمل حضاره. يا جماعه الامبراطوريه عشان تستمر لازم تبقى قوه حضاريه وليست قوه عسكريه. اللي بيمد دايما في الامبراطوريات انها تعمل نموذج حضاري. يعني ايه؟ يعني يحصل قبول من الدول التابعه لادائها لهذه الوظيفه. يعني انا دلوقتي مستعمر، انا جيت امبراطوريه او امبرياليه بستعمر الدوله اللي جنبي، فانا من كتر ما انا راجل عادل وبعمل مساواه وبعمل مدارس وبعمل تعليم وبعلمهم، يقبلوا سيطرتي عليهم فتستمر الايه؟ القوه الامبراطوريه. هو ده الفرق بين امبراطوريه استعماريه وامبراطوريه حضاريه، ان انت بيحصل قبول ليك. وده على فكره سبب قوه الحضاره الاسلاميه، ان الحضاره الاسلاميه لما تمددت مثلا في مصر المسيحيين في مصر وقفوا مع القوه العربيه ضد الرومان اللي هم مسيحيين. ليه؟ لان الرومان كانوا بيحكموا حكم امبريالي استعماري، يعني هدفه استنزاف موارد هذه البلد. انما القوى الاخرى، القوى اللي بتيجي قوه حضاريه بتفيدني زي ما هي بتستفيد، وبنعمل مصالح مشتركه ونبتدي نتوطن عندهم وهم يتوطنوا عندنا، زي ما حصل في السودان. الاخوه السودانيين احنا رحنا عشنا في السودان، والاخوه السودانيين جم هنا في فتره القرن ال19 والقرن ال20، وحصل النسب وايه؟ والتكاتف. وده اللي هنرجع نتكلم عليه على فكره، موضوع حلقه مهمه قوي عن السودان، ان لازم مصر والسودان لازم يعيدوا لشكل ما من الوحده او الاتحاد. المسمى بتاعه ممكن نبقى نتكلم عليه، لكن لان مصر مش هتقدر تعيش من غير السودان، السودان مش هتقدر تعيش من غير مصر. الجغرافيا اجبرتهم ايه؟ الجغرافيا والتاريخ اجبرهم على كده. خلصنا خديوي اسماعيل. انا بقول لكم ليه اسماعيل، علشان شوف هو عمل ايه، وبالتالي بيتم تقزيمه من جانب الاجندات الاجنبيه عشان الرمز زي محمد علي باشا واسماعيل لازم يتم ايه؟ اقزمه عشان المشروع ما يستعيدش ايه؟ ما يستعيدش مكانه تاني في ذاكره المصريين، وان المصريين ما يعرفوش تاريخهم العظيم ايه بالظبط.
طبعا جمال عبد الناصر كان نموذج اجتهاد. كل القاده دول ليهم ايجابيات وليهم سلبيات، ده طبيعي، لان كان نابليون يقول ايه؟ عظيم المجد عظيم الاخطاء. انا لو راجل عظيم ايجابياتي هتبقى عظيمه وسلبياتي هتبقى عظيمه. انا بتكلم جمال عبد الناصر لان في الفتره الاخيره طلع ليه احاديث بيقولوا انها تسريبات بتقول عبد الناصر على فكره بعد 67 حاجه وقبل 67 حاجه. قبل 67 كانت فكره الزعامه واخداه شويه، فكره الزعامه بعتذر، فكره الزعامه واخداه شويه فكان اكثر شعبويه. لكن بعد 67 ابتدى يبقى رجل دوله حقيقي. وحتى في كتاب للدكتور حامد ربيع اسمه الصراع العربي الاسرائيلي بيتكلم فيه عن نموذج جمال عبد الناصر في اداره الصراع، ان هو اختلف قبل 67 عن بعد 67 تماما. بعد 67 بقى رجل دوله، بقى يعدد ادوات السياسه الخارجيه. كان الاول بيعتمد على الشعارات اكتر، كان بيعتمد على الاداه العسكريه للمواجهه بدون الاداه الدبلوماسيه، لان السياسه الخارجيه بتعتمد على تعدد الادوات. عندك الاداه الدبلوماسيه، وعندك الاداه الاعلاميه، وعندك الاداه العسكريه، وعندك الاداه الاقتصاديه، وعندك الحرب النفسيه. ادوات كتير قوي لازم تبقى انت مايسترو وتعرف ان انت تبادل هذه الادوات مع بعضها البعض. جمال عبد الناصر يتكلموا عليه ان هو افرط في توسيع النفوذ، بالعكس، او توسيع النفوذ المصري. بالعكس، جمال عبد الناصر ادرك الوظيفه التاريخيه والحضاريه لمصر. جمال عبد اسمه ايه ده؟ الدكتور جمال حمدان بيتكلم على جمال عبد الناصر، بيقول ايه؟ بيقول ان عبد الناصر هو مصر العمليه والعلميه. يعني هي دي وظيفه مصر التاريخيه، الدائره العربيه والدائره الافريقيه والدائره الاسلاميه، بعمل بيهم ايه؟ مزيج مع بعض لأدي الدور والوظيفه الحضاريه والمركز الحضاري المخول لمصر دونا عن الاقليم. عايز اقول لحضراتكم ان في كتاب صدام الحضارات ان صامويل هنتيجنتون رشح 6 دول ان هم يبقوا مراكز حضاريه. قال هجيبها من الشرق: اندونيسيا، باكستان، ايران، السعوديه، مصر وتركيا. 6 دول. كل دوله الشروط يعني 3 شروط بالكثير او شرطين بس اللي بينطبقوا عليها، انما مصر هي الوحيده اللي الشروط كلها بتنطبق عليها ما عدا شرط واحد بس، هي القوه الاقتصاديه. يعني عندها شرط القوه السكانيه، تمام، دي مش موجوده مثلا في السعوديه. عندها شرط القياده الحضاريه، انها عندها مثلا جامعه الازهر، مفيش دوله فيهم عندها جامعه حضاريه. كل الدول على فكره، عشان كده انت بتشوفوا ان الطلبه دايما الوافدين بيجوا من افريقيا ومن اندونيسيا ومن باكستان ومن كل الدول بيجوا يتعلموا هنا في الازهر، ان هي الجامعه الحضاريه الوحيده اللي موجوده. كمان مصر بتتحدث اللغه العربيه اللي هي لغه القران وفقه الشريعه والشعائر واداه الشعائر. انت مقرئين المصريين مثلا ما لهمش ليهم منافس. انت عندك مثلا تركيا بتتحدث بلغه اخرى. كمان تركيا ما ساهمتش في الفقه الاسلامي او الحضاره الاسلاميه، ان اصلا تركيا دوله حديثه زي ما قلنا، دوله حديثه على الحضاره الاسلاميه. ايران ساهمت فعلا في الفقه الشريعه لكنها بتتحدث بلغه اخرى. كمان بتتبع مذهب الشيعي وهو مش مذهب الاغلبيه. قلنا كمان ان ايران مش متوسطه جغرافيا في قلب العالم الاسلامي. ايران وباكستان واندونيسيا ال3 جغرافيا مش في قلب العالم الاسلامي. ال3 لا يتحدثوا اللغه العربيه باعتبارها لغه الكتاب المقدس وفقه الشريعه. ثم ارجع لجمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر ادرك وظيفه مصر الحضاريه والاقليميه في دوائرها ال3 وابتدى يحرك مشروع على هذا الاساس. في بقى ايجابيات وسلبيات. انا بتكلم هنا على الفكره سليمه، لكن النظام يعني رؤيته رؤيه المراحل هتتم ازاي كان فيها مشاكل. الممارسه على الارض كان فيها مشاكل، وده هنتكلم عليه في حلقات منفصله. لكن انا بقول لكم ان ال3 شخصيات دول تم استهدافهم بالتسميم بالذات من الانجليز عشان يتم اغتيالهم ويتم مسحهم تماما من التاريخ المصري
حتى لا تستعيد مصر هذه الوظيفة القيادية والوظيفة الحضارية تاني، اللي هي مطلوبة دلوقتي أكتر من أي وقت مضى لمواجهة المشروع الصهيوني. إياكم أن تعتقدوا إن المشروع الصهيوني هيقف عند غزة، لا ده أنتوا كده إيه، نبقى غلابة قوي. المشروع هيمتد في الضفة الغربية، وهيمتد في سوريا، وهيمتد في العراق، وهيمتد في السعودية. إن الكيان الصهيوني لازم يسيطر على هذه المناطق، ولازم إسرائيل زي ما قلنا إسرائيل الكبرى تمتد حتى حدود الباكستان كمان. إن شاء الله نتكلم المرة الجاية على اللي بيحصل الأحداث الحالية، إنها مهمة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.